السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة مطبخ العائلة. جبت لكم اليوم واحد الوصفة ديال الزلابية كما كتشوفوا، كتجي رائعة، كتجي بنينة بزاف وهشيشة، والمنظر ديالها كيجي روعة. الشكل ديالها كيجي مختلف على الاشكال اللي كتشوفوهم. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم في صحة جيدة، ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا. ونتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، فرجة ممتعة. وما تنساونيش كما ديما بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائلة والاصدقاء باش تكون فائدة للجميع، وشكرا. عندي كيلو ديال الفرينة كما كتشوفوا. غادي ندير 100 غرام ديال اللوز مطحون، انا حمرته شويه وطحنته. 100 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون جيدا. وعندي النافع حتى هو مطحون مزيان. وعندي كاس ديال الزبده بقياس كاس ديال العنبه. وعندي كاس ديال الزيت. عندي خماره ونص ديال الخماره ديال الحلوى. وعندي شويه ديال الملح. وعندي ملعقه صغيره من القرفه. وعندي نص ملعقه صغيره من الخمارات ديال الدار، غير نص معلقه ديالها. كما شفتوا عندي هنا 2 كيسان ديال الماء بقياس كاس ديال العنبه. غادي ندير ديك الخماره ديال الدار كما شفتوا، غادي نديرها في داك الخليط ديال الماء. وغادي نزيد قطرات من الخل غير شويه. وغادي ندير واحد الملعقه كبيره من المزهر كما شفتوا، ديروه في داك الماء. وفي داك الدقيق غادي ندير دوك النواشف كاملين، ندير داك الجنجلان، داك النافع، وداك اللوز كما قلت لكم ضروري تطحنوه مزيان باش من تكونوا تورقوا الزلابيه ما تقطع لكمش. غادي نزيد ديك خماره ونص كما قلت لكم ديال خماره ديال الحلوى، وملعقه تاع القرفه صغيره، وشويه ديال الملح تحسين الذوق. وكنخلطوا هاد المكونات جيدا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هذه تخلطوا الاول هذوك المكونات، وغادي نضيف عليهم داك الكاس ديال الزيت. وغادي نزيد داك الكاس ديال الزبده كتكونوا ذوبتوها من قبل. وغادي نبسس هذا الخليط مزيان. الزبده كانت شويه قصحت لي في الكاس، داكشي علاش راني زدتها داك الخليط. وغادي نبسس مزيان هذيك الزلابيه ديالنا. هذا كما راكم تشوفوا ضروري خصها تبسس باش تجيكم زوينه وبنينه وهشيشه. بهذه الطريقه هذه تبسوها مزيان بيديكم. ضروري تستعملوا الجهه تاع اليدين باش تبسوها، ضروري بهذه الطريقه هذه. تبسوها حتى تبقى بحال اللي كتجمع لكم بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. بحال كما راكم تشوفوا. نتمنى الفيديو يكون واضح. وغادي نزيد الماء غير بشويه وانا كنجمع بهذه الطريقه هذه. العجينه تاعكم ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تجي جاريه. المهم انايا 2 كيسان ديال العنبه اللي دخلوا لي في داك الكيلو ديال الدقيق، ما زدتش كاع فوقها.
نستمر على هاد الطريقه هادي حتى تجمع ليا العجينه. غادي نزيد داك الماء اللي راه باقي لي. وخصها تدلك كما شفتوا انا جمعت العجينه وكندلك فيها. شحال ما دلكتوها كتجي زينه، كتجي مبوقه وكتجي زوينه بهذه الطريقه هذه. نتوما تدلكوا بحال هكا تدلكوا المسمن ديالكم. تقدروا تحطوها على سطح العمل وتدلكوا فيها كما شفتوا انا. بعد ما دلكتها نوريكم كي كتجي. غتكوروها هكا ككويرات. كتبان لكم بلي مدقبه، يعني راها تعجنت مزيان. صافي كنشكلهم على كويرات بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغادي نخليها ترتاح واحد ساعه ولا نص ساعه، داكشي على حساب الوقت ديالكم. غادي نغطيها بالبلاستيك كما شفتوا، تخليوها ترتاح واحد نص ساعه ولا ساعه وصافي وتخدموا بها. كما شفتوا انا درتها في سطح العمل ورشيت شويه دقيق. ضروري دقيق باش ما تلصق لكمش العجينه. ضروري ديروا الدقيق من التحت وتوليو ديروا عليها من الفوق باش الوراق ديالكم يتمشى بهذه الطريقه هذه. اللي عنده الماشينه ديال الزلابيه يقدر يستعملها. انا استعملت غير الوراق. وغادي ندير هكا خطوط طويله كما شفتوا. هذه الطريقه ديال الوالده ديالي، الله يطول لها في العمر ان شاء الله يا ربي ويخليها لينا. هي اللي علمتني هاد الزلابيه هذه، وهذه هي اللي كنخدموا بها دائما، وكتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف وهشيشه. وحتى في ملي تكونوا تشكلوها راه ماشي واعره كما شفتوا. انايا نتمنى الفيديو يكون واضح. كما شفتوا كديروها بهذه الطريقه هذه، كتجي على شكل بحال وريضه، بحال الورده كتجي هكا. ومن ديروها في الزيت كاع ما كتنحلش، ما تخافوش بها تنحل، غير زيروا عليها هكا باش تلصق مزيان مع العجينه بهذه الطريقه هذه كما شفتوا. ودوروا عليها بهذه الطريقه هذه. نتمنى الفيديو يكون واضح. هذا هو الشكل ديالها اللي كتحصلوا عليه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كتلصقوا وحده مع وحده بهذه الطريقه هذه وكتلويو وكديروا بحال دائره. كتجي بحال الوريضه، كتجي رائعه في المنظر ديالها ومختلفه على الشباكيه الاخرى. كما شفتوا انا بعد ما كملت التشبيك ديال الزلابيه ديالي غادي نمشي نقليها. عندي درت يوطرو ديال الزيت، يوطرو حتى اليوطرو ونص تاع الزيت. كما شفتوا الزلابيه كتشرب من الزيت، ديروا يوطرو حتى اليوطرو ونص تاع الزيت. وتكونوا وجدتوا العسل قدامكم. ضروري الزيت تكون سخونه بزاف. من تكونوا تقليوها خاصها تسخن مزيان الزيت، عادوا ترميو فيها الزلابيه ديالكم. كما شفتوا انايا الزيت راه سخنت لي بزاف وراني كنديرهم. شفتوا ما كيتحلوا ما والو حيت كتكون مزيره. ضروري الزيت تكون كثيره باش الزلابيه ديالكم ما تحرقش من تحت.
تا كتحمركم بالجهات الثانية عاد تبقاو تقلبوا فيها وبعدين تحصلوا على هاد اللون الذهبي صافي، وكتقلعوها كديروها ديريكت في العسل وتخليوها تشرب لكم العسل مزيان باش تجيكم زوينه. صافي غادي نحيدهم انا كاملين كما شفتوا، كما قلت لكم غادي نرميو نيشان في العسل، وغادي نكمل الكميه اللي راه بقيت لي. كما شفتوا انا راني كندير معاك بالعسل، خصهم يشربوا مزيان ديك العسل باش تجينا معلكه من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزلابيه ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء باش تكون الفائده للجميع. كما شفتوا كتجي معلكه بزاف، كتجي زوينه، كتذوب في الفم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا الخبار، وشكرا في وصفه اخرى ان شاء الله.